وما زلنا بنتبع خطوات وآثار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دلوقتي قدام ضريح صاحبة أول مستشفى ميداني في كربلاء في العراق، ولقبت بالحورية من شدة جمالها. أنا دلوقتي قدام مسجد وضريح السيدة حورية. اسمها زينب شرف الدين، ونسبها لأبيها أبي عبد الله الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ونسبها لأمها لكسرى ملك الفرس. واسمها زينب نسبة لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بس هي زينب الصغرى. السيدة حورية كانت صاحبة أول مستشفى ميداني زي ما قلنا، ولما جت هنا مصر مع الفتح الإسلامي لمصر طبعا نقلت المستشفى الميداني هنا برضو، وخاضت معارك كتيرة وشرسة جدا، وكان من ضمنها معركة بهنسة في المنيا، واستقرت هنا في بني سويف، وتوفت هنا وهي مش متزوجة، وكانت دايما بتدعي للناس بالشفاء وان ربنا يأزرهم في كل محنهم. السيدة حورية لما جت مصر بعد الفتح الإسلامي أو مع الفتح الإسلامي كان مرافقها هنا الشيخ يوسف اللي هو المقام بتاعه هنا، والشيخ سعد الدين، وده كان المقام بتاع الشيخ سعد الدين هنا برضو. طبعا ضريح السيدة حورية كان بينحصر بين مقام الشيخ يوسف والشيخ سعد الدين زي ما انتم شايفين كده، دول اللي كانوا مرافقينها في مصر لما جت رحلتها مع الفتح الإسلامي. وبعد وفاة السيدة حورية أمر ببناء مسجد للضريح أحمد بيك إسلام، وده وجهة من وجهات بني سويف. وبعدين تم بناء المسجد بعد وفاة والده عثمان بيك سنة 1323. وسنة 2024 في عمليات تطوير بالتنسيق بين محافظة بني سويف وبين وزارة الأوقاف والسياحة والآثار بهدف تطوير الطابع الأثري في محافظة بني سويف، وخصوصا مسجد السيدة حورية. وكل سنة في الأسبوع الأخير من شهر شعبان بيتم الاحتفال بمولد السيدة حورية، وأكيد هنتفرج على المولد.